السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ولا تقولي لي بقى كاني ولا ماني ولا الفلاني ولا العلاني، انا مش هذكر اسماء. اهو بصوا جميع اهي. بصوا ده الصابليه بتاعنا على قد الايد. طبعا مش عايزه اقول لكم يعني احنا بنفس المحلات، يعني احنا بننافس. يعني ده مش غرور يا جماعه والله. ده لا حاجه عندي، الواحد بينافس، بيعمل اللي حلو لاولاده، وفي نفس الوقت بنعمل لبيتنا ونعمل افكار عندنا احنا. دي افكار بتاعتنا حصري على القناه، محدش عمل الافكار دي غيري انا واحفادي، عشان حرام الاختراع ده. الالوان دي من اختراع احفادي. طب اخترعوها احفادك ازاي؟ تعالوا يلا نقول لكم احفادي اخترعوها ازاي. الصابليه من اسهل ما يكون. اولا ملوش مواد رفع، يعني لا بيكنج باودر ولا اي حاجه، عشان لو تحط له بيكنج باودر هيفرش. الصابليه عباره عن 500 جرام زبده، 750 جرام دقيق، يعني كيلو الا ربع. كيلو الا ربع دقيق. ودقيق من جميع المستلزمات، يعني انا عاده بستخدم الكوثر. و... ونص كيلو زبده، ولازم زبده. الصابليه يا جماعه ما بتعملش غير بالزبده. ورشه الملح لجميع المخبوزات، اللي هي رشه بسيطه قوي. خلي بالك لحسن في ملح من النوع اللي بيبقى شديد، فبيبقى ايه، بيحدق الحاجه يعني. فهي رشه ملح بسيطه جدا. خلاص. والسكر عباره عن 250 جرام، يعني كوبايه اللي هي دي. مفيش طبعا في بيت في مصر مفيش الكوبايه دي، الكوبايه اللي هي المج العادي، كوبايه وربع. يعني الكوبايه دي 200 مللي، فاحنا هناخد كوبايه وربع. هنحط السكر اهو. بصوا انا عبيته في كيس اهو. خلاص. على الدقيق بسيطه اهي بقى، احنا مش هنعمل مفيش الصابليه ما فيهوش اي يعني اكتسافات ولا خالص. وهنحط الزيت. بصوا الزبده بدرجه حراره المطبخ اهي، بصوا يعني مش جامده ولا حاجه. ونروح نازلين عليه بالزبده. الصابليه يا جماعه معلش هو بيحتاج يا مضرب بيت، ده بيحتاج عجين. يعني ده بيحتاج لا ده لا ده، مش هينفع بايديكي خالص عشان توصلي لي النتيجه بتاعته. مش هينفع بايديكي خالص. انت بقى ايديكي ما شاء الله، يعني فيكي ان انت تستعملي ايدك، يبقى الله يعينك ويقويكي على ايديكي. ده اللي هو الايه، الصابليه. هنحطه بقى. انا عامله في عجان، فانا هروح داخله حاطاه فين، هحطه على العجان على طول. تمام كده. يبقى الصابليه عباره عن دقيق. انا هكتب لك طبعا المقادير في صندوق الوصف. الدقيق 750 جرام، نص كيلو، نص كيلو زبده، 250 جرام سكر. قلنا نعاير بالكوبايه 500 جرام زبده دول، يعني كوبايتين باللي انا وريتها لك وايه وربع. والسكر يبقى كوبايه وربع. تمام كده تمام. تعالي بقى ايه، نحطه على العجان. طبعا احنا بنشغل عليه العجان. بصوا كلها على بعضها كده بيشتغل العجان. حتى لو انت ايدك سليمه، ربنا يديك الصحه يا رب، اشتغلي على طول. خلاص. فاحنا بنشتغل على عجان لغايه ما العجينه بتلم وتتماسك. بتاخد لها 5 7 دقايق يعني. شفتوا بقى؟ بصوا اهو، هي دي النتيجه اللي انا ايه بقول لكم عليها اهي. بصوا بصوا عجينه بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي. بصوا عجينة طرية جدا ولينة وفي منتهى الجمال كده. هي جاهزة على التشكيل. بصوا 3 على بعض. طبعا انت ايه ربنا يديكوا الصحة يعني، وبيديكوا توصلوها للدرجة دي. يبقى تمام قوي كده. دي احنا بقى نبتدي نشكل. على فكرة ده بيدي كمية حلوة قوي، يعني كميته مش قليلة، لان احنا بنقطعها. هوريكم الاشكال احنا بنقطع بيها دلوقتي. يلا بينا يلا بينا. بصوا احنا نحطها بين كيسين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وايه، ونبتدي نفرد في العجينه كده. العجينه طريه وسهله ولينه وجميله ما شاء الله. قطعتي بايدك براحتك، يعني زي ما انت عايزه. عندك بقى اللي هي القوالب دي، اللي هي التقطيعات دي المقطعه دي، براحتك بقى اللي انت عايزاها. عندك قطعات اشكال تانية ماشي مفيش مشكله. مثلا عندنا هي المدوره، عندنا اللي هي شكل الدمعه، عندنا اللي هي شكل النجمه. انا دي كانت عندي زمان
تقريبا كانت في لعب الاطفال بتاعت ولادي، فخدتها لقيتها شكل الهلال عجبتني فعملتها برضو. الاشكال بقى اللي انت عايزاها بتعمليها وتخبزيها. وادي السمك بتاع التقطيعه اللي احنا عايزينها اهي. بصي، لان احنا بنلزق اتنين مع بعض فاحنا مش عايزينها تخينه. لو انت عايزاها هتعمليها تخينه يبقى هتعملي واحده مش هتلزقهم في بعض، بس هو الصبليه كده بنبقى احنا عايزينه ايه، رقيق، عشان بننزل اتنين مع بعض. وده ما فيهوش مواد رفع خالص، يعني زي ما هي كده بتطلع زي ما هي كده. يلا بينا. وكده بقى دي ارخم مرحله في الصبليه. انا اسفه جدا فيديو التزيين يا جماعه بصراحه كان بهدله، يعني احفادي بصراحه قاموا بالواجب. هم بصراحه اللي اخترعوا ده، يعني بصوا القلب هم اللي اخترعوا كده بصراحه. الالوان ده مش هكدب عليكم اقول لكم بقى ده البوستاجيو، لا لا مش هكدب، انا مش هكدب بصراحه. دي الوان اللي هي الالوان اللي هي الغذائيه العاديه جدا. بصوا والله العظيم انا مش هقول لك البوستاجيو واحنا حطينا معلقه على الشوكولاته، لا انا ما بحبش كده. الالوان اللي هي العاديه جدا اللي هي الوان الجيلي. اصبحنا واصبح الملك لله. ادانا حاجات جميله وعملنا بيها افكار حلوه قوي. ده الهلال وده القلب، عملنا افكار حلوه. بصوا عملنا الوان مبهجه. اللي بيقولوا مش عارفه بيقولوا باين الكيلو بتاعه وصل 400 و500 مش عارفه على ايه يعني. بصوا حتى برضو عملنا كده. بصوا دي افكار احفادي بصراحه، فعملنا الالوان دي. خلاص كان نفسي اصور لكم واحنا بنزين، بس للاسف مش عايزه اخضكم بصراحه. كان هيبقى منظر لا يسر عدو ولا حبيب. حتى اللي عندها سنتين كانت قاعده انتوا عارفين بقى مش هتكلم انا بقى انتوا اللي عنده احفاد عرف. حتى الميني تارت اهو، بس انا لسه ما رصيتش بصراحه ده كله كان معمول يعني انتوا عارفين بقى التزيين، فحطيناه في التلاجة. بصوا الميني تارت حتى هم عاملين ده، والله هم اللي عاملينه. هم قالوا لي بقى استريح انت بقى واحنا اللي هنعمل. عندنا بقى بسم الله ما شاء الله وقوه الا بالله تانية اعدادي واولى اعدادي وسنه 6 وسنه 4 وسنه اولى ابتدائي، والصغنانه خالص سنتين، يعني ما شاء الله يعني قاموا بالواجب والزياده. فهم بصراحه اللي قالوا كده، فاحنا قلنا خلاص يعني البيستاشيو والحاجات دي غاليه بصراحه، مش هنكدب احنا بنعمل حاجه على قد ايدينا. يعني احنا دلوقتي بنعمل على قد ايدينا، فما فيش داعي بقى ان احنا نجيب الحاجات الغاليه دي. طب وعلى ايه؟ ما هي الالوان الغذائيه قامت بالواجب وتحطيها على الشوكولاته عادي جدا. يعني انت تحطيها على الشوكولاته عادي جدا ولا بيجرى لها اي حاجه على فكره. صحيح الشوكولاته البيضاء وتحطوا اللون اللي يعجبك، وكلها حاجات مش غاليه، يعني مش هنقول حاجات غاليه. يا دوبك هنا بس عين جمل كان فايض عندنا فعملناه، وده اللي هي جوز الهند بشوكولاته بيضاء على اساس نعمل زي الرافاييلو اهو. يعني بصوا عملنا اللي نقدر عليه وزياده بصراحه يعني. فنعمل حتى بصي الوان مبهجه، الوان جديده تسر النظر كده، واهو على اساس ان احنا ما نعقدهاش يا جماعه. يعني ما معناش نعمل اللي على قدنا صراحه. انا مش هنكذب ونقول اصل انا جبت كذا، لا لا لا، كله على قد ايديك. ودي الشكل الدمعه اهو، الشكل المستطيل المشهور بتاع انا بس عايزه اعمل لكم طبق حلو كده. ودي الورده اهي انا وريتها لكم برده اهي. وده التارت الميني تارت حلو قوي اهو. طبعا هم كانوا برده هم شغالين، يعني ما يخلاش الامر ان نعمل الشوكولاته بالمعلقه اهي. اصل الشوكولاته غاليه جدا، فمش هنعمل بقى مش هنجيب كله غالي يعني، فهنعمل من ده على ده والدنيا بتمشي. والله يا جماعه، والله يا جماعه الدنيا بتمشي، مش لازم نعقدها على نفسينا. انت لو عملتي مقدار دقيق واحد والله العظيم اريح لك وانضف لك، ولادك هينبسطوا ويقعدوا حواليكي وهتبقى في منتهى الجمال. ده رايي. انما برضو في اراء تانية. انا بحب اعمل حاجه على قد الايد، يعني على قد ايدينا بنشتغل، على قد امكانياتنا نشتغل. امكانياتنا نجيب البيستاشيو ونجيب الحاجه هاتي برضو، كل واحد حر. انا صراحه ما جبتش، انا عملت اللي انا بقول لك عليه ده. بصي عملت كميه قد ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله، كميه كبيره مش صغيره. مقدار الزبده، وبعدين الزبده اللي تريحك. في عندك في السوق كريستال، في عندك في السوق اللي هي اسمها التانية دي. يعني في عندك كذا زبده في السوق، مش لازم تعملي ببلدي. انا الواحد يقول لي يقول اللي عليه الدنيا غلا، لا. انت اولا المقدار بياخد نص كيلو زبده. انا هنزل لكم المقادير في صندوق الوصف.
ما بياخدش كتير. انت هتعملي المقدار، ولو جبتي نص كيلو شوكولاته صدقيني هيعملك المقدار. انا بكلمك بصراحه، فهيبقى اوفر بالدقيق، ولا بياخد بيض ولا بياخد اي حاجه. اهو انا بعمله كده كل سنه، ما شاء الله بيبقى في منتهى الجمال. يلا قومي بقى اعملي لك مقدار حلو كده، فرحي عيالك. واللون الغذائي ده ب10 جنيه عند العطار، هاتي لون واحد حتى اخضر، او هاتي لونين وفرحي ولادك. ممكن ما تجيبيش شوكولاته سودا خالص وتشتغلي بالالوان، تجيبي شوكولاته بيضه وتلوني على حمام ساخن وحبه زيت. كان نفسي اصور لكم التزيين، بس صدقيني كنت هتقرفوا، يعني انت لو شفتوا المنظر هتتسرعوا. فانا ما حبيتش ازعل او اسرع اصدقائي الحبايب الحلوين. فبصي اهو، خلينا صراحه مع بعض، كل ده معمول على قد الايد، الشوكولاته الخام وعلى قد الايد. بحبكم في الله، كل سنه وانتم طيبين، تعود عليكم اليوم بخير.